طبعا كلنا بنحب الفاصوليا البيضاء وعارفين قد ايه هي من البقوليات المهمة والمفيدة للجسم، ولازم طبعا ننقعها قبلها بيوم او على الاقل خالص 6 ساعات. انا المرة دي عملتها معاكم بطريقة سريعة، يعني ما اخدتش غير نص ساعة بس. بصوا ازاي طرية ومهرية خالص معايا. في ناس كتيرة جدا بتستخدم فيها الخميرة، وجربتها بالخميرة او حطوا عليها خل، معلقة خل. بس انا عملتها بطريقتين، واول طريقة منهم اللي هي بغلي مية عادي جدا وبحط فيها معلقة بيكنج باودر، مش كربوناتو، معلقة بيكنج باودر لان هو اقل ضرر شوية من الكربوناتو، وعليه معلقة سكر. بعد ما بغسل الفاصوليا كويس بحطها في مية مغلية وبحط عليها المعلقتين دول. بعد كده بشطفها كويس قوي واروح طبخها عادي. وهنا عندي الطريقة التانية ان انا بستخدم فيها معلقة من النشا ومعلقة ملح. ده هنا على البارد برضو بنقعهم كده شوية بتاع نص ساعة تقريبا، وابدأ بعد كده اغليها عادي جدا واسويها طريقة السوا العادية. الطريقة الاسهل طبعا ليكم ممكن تعملوها، والاتنين هيطلعوا نفس النتيجة لان انا جربت الاتنين. عندي هنا زي ما بنطبخ اي بقول او اي حتى خضار، معلقة من السمن كبيرة وعليها بصلاية وسط. هبدأ اقطعها كده وهقلبها. الفاصوليا من البقول المهمة جدا على فكرة، لازم على الأقل خالص ناكلها مرة في الشهر أو أي نوع بقول تاني. بس طريقة طبخها ده هو اللي كان دايما لازم أنقعها ولازم أحطها مثلا قبلها بيوم ولا حاجة في مية سخنة أو في مية حتى، وأسيبها منقوعة طول الليل. بس لقيت الطريقة دي بسيطة قوي إن أنا أعملها في نفس اليوم. بصوا مجرد كده ما أنا قلبت البصلاية كده في السمن كويس، هنزل عليها فصين توم برضو متقطعين زي البصلاية، بيدي طعم حلو قوي ونكهة مميزة لأي بقول أو أي خضار عندي. الطريقة دي ممكن نستخدمها كمان في الحمص، كمان في الترمس، أي بقول بتعمل زي اللوبيا. طبعا دي خطوة مهمة قوي. احنا في ناس كتير بتنزل الصلصة على طول أول ما البصلاية تبدأ تصفر معايا، أنا مش بخليها تغمق خالص، يا دوب بس طلعت ريحة كده مع الثوم هبدأ أنزل فيها اللحمة عندي المسلوقة. أنا سلقة اللحمة. طبعا قطع اللحمة ممكن تكون على عدد أفراد الأسرة بس، أو ممكن أحط بس كام قطعة كده وبسيب الباقي في الشوربة بتاعته عادي، لان في ناس كتير مش بتحب تاكل اللحمه او اي حاجه في الصلصه. مجرد ما خدت تشويحه كده معايا مع البصلايه والثوم، هنزل عليها صوص الطماطم وهقلبها تقلبتين، وبعد كده هسيبها تغلي هي غلوه واحده بس. وهبدا انزل فيها الفاصوليا اللي انا طبعا بعد ما حطيتها ايا كانت الطريقتين، لو انا حطيتها في الكربون في البيكنج باودر والسكر هطلعها كده في مصفى واشطفها. لو كنت نقعاها في النشا والملح برضو هشطفها من الميه وهبدأ ان انا اسويها كويس. الطريقتين على فكرة نفس الطعم وبياخدوا نفس الوقت تقريبا. بصوا عاملة ازاي معايا، لونها فاتح. ما استخدمتش فيها خل زي ما ناس كتير بتعمل، لاني انا اصلا بصراحة ما حبيتش اجرب الفكرة دي خالص، او ان احط خميرة لانها هتساعد انها تبقى منفوخة قوي او هتزيد عن حجمها قوي وهتبقى مهرية، لكن هي محتفظة بشكلها زي ما هي اهي من غير ما تبقى مهرية قوي. وطبعا اللحمة مستوية، هي مجرد ما هتاخد غلوة هبدأ اجهز على طول عندي الرز بشعرية وهقدمها معاه. ما بتاخدش وقت خالص، هي نص ساعة بالظبط في تسويتها وطالعة جميلة زي ما احنا شايفين كده. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم، هتعجبكم قوي. واستنوني مع وصفات سهلة وسريعة.